بعد تمثيل الجريمة، أبرز مستجدات مقتل مسؤول يمني في مصر. كان العبيدي في إجازة خاصة بالقاهرة. حددت محكمة استئناف القاهرة 3 مارس المقبل كأولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه داخل شقة مستأجرة، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء. واصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة في وقت سابق لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه. تفاصيل الجريمة. وبحسب وسائل إعلام مصرية، جاء بقرار إحالة النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا، الكلوازبين، وسلاحا أبيض مطوات، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات. وحددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه. وذكرت مصادر أمنية لسكاي نيوز عربية أن العبيدي وصل القاهرة قادما من تركيا، وأن شقيقه هو من اكتشف مقتله بعد أن حاول الاتصال به مساء السبت ولم يرد على الاتصال. ووفق المصادر، فقد ذهب شقيق العبيدي إلى منزله في شارع الثلاثيني، حيث كان يسكن شقة بالطابق 12 في بناية تضم 14 طابقا، وطرق الباب فلم يرد، ما دفعه للاتصال بالشرطة. وبعد فتح الشقة وجد العبيدي مقتولا، وبعد معاينة الجثمان تم الكشف عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا على ما أفادت المصادر.